تنهار أعراضنا بالشوارع، تحترق الجثث بالشوارع، الشبيحة نصيرية ولا شبيحة شيعة والعالمين محاصرين الآن الحوري عم يكون ذبح السنة. ليش السكوت؟ نحن ما نحن طائفيين، هذا النظام الطائفي، هذا عالمنا نحن نكتب الحقيقة. هو النظام يريد أن نتكلم عن الطائفيين لأنه هو طائفي، نحن ما لنا طائفيين، نحن نقول من دخل ومن خرج ومن يذبح أهلنا، من يذبح هذه العائلات، من يقتل هذه العائلات. البنايات تهدمت، عندنا الانفجارات لحد الآن، كل الحربية عم تقصف بأدبر من الصواريخ، حتى الغابة بالوقت، في قذائف هاوي، في أكثر من 10 قذائف هاوي، مدفعيات عم يقصفوا منطقة الحوري منذ الصباح لحد الآن. مجازر شو عملتوا يا مسلمين يا عرب؟ اليوم ما راح احكي لكم عن الامس، انتم شو عملتوا؟ مبكين لحد الان نحن عم ننقصر، عم نتذبح بالحوري. شو عملتوا؟ يا اسلام، يا سنة، يا بكل محافظات، شو عملتوا لنا؟ لحد الان ما جبنا شيء، لا حد رئيس طلع دانو للنظام، لا حد رئيس قال كلمة، لا حد كلمة طلعت، كلمة حق ما طلعت من الرئيس ولا الوزير ولا من ضابط مصر سن الخارج، ما لنا بيحكي بالداخل. عليكم يا اهالي الشام، اهالي حلب، اهالي سوريا بالذات، كل واحد عسكري سنة يجب عليه ان يشق لحد الان. والله هو كافر اذا بيضل مع هذا النظام النصيري النجوسي، والله هو كافر ابنه كافر اذا بيضل مع هذا النظام، لانه عم يساعد النظام الاسدي بجرحنا بقتلنا. ليش ساكتين؟ ليش متخاذلين؟ ليش عم تخلوا شبابكم بالجيش؟ ليش عم تقتلوا حالكم؟ عشان تقتلونا؟ اللي عم يقتلنا عم يقتلكم. الجيش منتشر بكل مكان، كل واحد سنة مثل ما انه عم يذبحنا، في عساكر كمان عم تذبحنا بمنطقة بمحافظة ثانية، كمان انت جايكم ذوق انكم تسكتوا. كل واحد سنة عسكري كافر لحد الان كافر متعامل مع النظام، والله سوف يتحاسب، والله العظيم رب العالمين رح يحاسبه بالدنيا قبل الاخرة، والله العظيم. ليش هالتغاثر؟ لحد الان الحلال بتنقصف يا عالم يا مسلمين، لك انتوا يا رؤساء يا عرب، ليش التغاثر يا رؤساء يا عرب؟ يوميا بدنا نقول اياها، نحن ما عم نناشدكم، نحن ما عم نطلب منكم الطلب، نحن ما عم نطلب، نحن نطلب من الله، من ناشد رب العالمين، بس انتم مجبرين غصب عنكم انكم تدافعوا عن الاسلام، عن السنة، ولا انتم كافرين لانه هاي الطيارات والدبابات والجيش العربي، الجيش بالخارج ليس بالداخل، هذا كله لحماية السنة، لحماية اسلامنا، لحماية ديننا، دين الحق، دين الديمقراطية والحرية اللي عم تحكوا عنه. ليش قاعدين ببيوتكم يا امراء؟ انت الامراء اللي قاعدين بالسعودية، الامراء اللي قاعدين بالخارج بالخليج، ليش ساكتين؟ ليش متخاذلين؟ ليش ما عم تبعتوا سلاح تسلحوا الشعب السوري؟ اذا الشعب عم يطالب بالسلاح ثقيل لحتى نسقط هذا النظام المجوسي، لحد الان صرنا نحن سنة ونص ونحن لحد الان صامدين، بدنا ننتصر لانه عارفين رب العالمين النصر قريب، النصر شايفينه والله بين عيوننا وفرحانين يوميا، كل ما بيزيد قتل وذبح وضرب ونحن عم نشوف النصر قرب. انت رح تحاسبوا يا امراء، يا رئيس السعودية، يا ابو متعب، انا ما عم بطلب منك، طلبك هو رب العالمين هو اللي امرك انك تبعث الطيارات لتحمي اهل السنة اللي عم تنتبه، لان العلوية والشيعة هن اللي عم يدفعونا. يا رئيس قطر، يا رئيس الكويت، انتوا يا مجالس، ليش قاعدين لبرا بالخارج يا معارضين بالخارج؟ شو عم تعملوا؟ شو عملتوا لنا من اول ثورة لحد الان؟ نحن بدنا سلاح يندعم، ما بدنا ناكل، ولا بدنا نشرب، ولا بدنا غذاء، ولا بدنا طعام، لكن ما بدنا دواء، بدنا سلاح ثقيل، بدنا سلاح تدعموا لنا الجيش الحر، الثوار اللي قاعدين بالارض بدهم سلاح ثقيل، والله ما يجينا سلاح، والله لنشيل النظام عن بكرة ابيه، والله العظيم عم نخليه ساعة بسوريا، بس وين سلاح؟ بعثوا لنا سلاح، زخروا الجيش الحر، بده دعم، والله رح تحاسبوا على هذا الشيء على التخاذل، والله بناشدكم بالله يا بار التبان يا الثوار، والله رفعتوا راس اهل السنة، حسينا ان الناس عم تحمينا، ان ناس عنا بالخارج عم تدافع عنا، يجب عليكم ان تظلوا تدعموا سوريا وتضغطوا على الرؤساء حتى اسقاط هذا النظام الباغي، بالله عليكم ساعدونا يا مسلمين، يا مسلمين أنا بالله عليكم تساعدونا، النصر قريب، لماذا هذا السكون والتضلال؟ لماذا هذا النظام مجوسي؟ نظام ساقط الآن وغدا والأيام قادمة، والله العظيم ساقط، لا أحد يريد هذا النظام، بل هذا النظام يقتلنا، يذبحنا، وأنتم ساكتون، لماذا عم تخلي المر الوقت؟ الوقت ليش عم تخليه يمر؟ وينك يا مجلس وطني؟
انت الاعزة يا اعضاء مجلس الوطني قاعدين بالخارج، شو عم تعملوا لنا؟ شو عم تساووا؟ غير عم تفرقوا الصف بالخارج، عم تتقاتلوا، عم تفرقوا الصف برا، اجتمعوا تحت كلمة وحدة، كلمة لا اله الا الله، كلمة لا اله الا الله لحتى ننتصر، لحتى النصر ينفتح علينا، يجب عليكم عم تتوحدوا، نحن الاسلام عم نتذبح، عم ننقتل، نحن اسلام يا ناس، عم نتذبح على كلمة الحق، بس طالبنا بالحرية والديمقراطية صاروا يذبحونا، صاروا يقتلونا، ليش هذا التغازل؟ ليش هذا التغازل يا عرب؟ ساعدونا معارضين بالخارج، يلي انتم اسلام مثلنا، والله اذا بدكم تضلوا ساكتين مثل هالايام، والله رح تسقطوا، رح نسقطكم قبل هذا النظام، اذا بدكم تضلوا ساكتين لحتى الان ساكتين، حبوا لنصرة الاسلام، الحولة تذبح، الحولة تقصف، يعني ما بيطلع من هون للصبح يمكن تنذبح كل اهالي الحولة، لك وين لجنة المراقبين؟ وين الجنرال موت رئيس بعثة المراقبين؟ شو عم يعمل بالفندق شو عم يعمل بالفندق هلا بالسفير؟ هلا قاعد بالفندق شو عم يعمل؟ عند الشبيحة عم تحامله، ما عم تخليه يطلع، ما عم تخليه يدخل، تاخذوا على كيف على المنطقة اللي بدها اياها بتاخذوا، المنطقة ما بدها اياها ما بتاخذوا، بتاخذوا على الزهرة ولا بتاخذوا على النزهة ولا بتاخذوا على شارع الحضارة، تفرجيت انه ما في شيء، عاد هن عم ياخذوه على مناطق الشبيحة اللي هن عم يغصبونا ويذبحونا ويقتلونا. تعالوا تفرجوا عنا 15 حي لحد الان محتل احتلال اسدي، هجروا الناس وانا، هجروا اطفالنا، هجرونا ببيوتنا، كنا ساكنين بالخيام، بالشوارع، بالمدارس، صاروا محتليننا 15 حي من 90 يوم لحد الان، ما عم تطلع الامن لا الشبيحة قاعدة بالبيوت بدالنا، هدول طائفيين، لك قاعدة العلوية بالبيت عنا بدالنا، ببيتنا، قاعدة ببيوتنا العلوية، الشبيحة قاعدة بباب صباح، احتلوها بعد ما سرقوها، بعد ما نهبوها، لك حتى الحيطان حرقوها، والله الحيطان يا الله ما فيها شيء، الحيطان حرقوها، دمروا البنية التحتية، ما خلونا شيء بالحياة، بدنا يهجرونا، هذا هو الاحتلال الأسدي، هذا هو التهجير العرقي، هذا نظام مجوسي كافر، نظامه مثل إسرائيل، بده يحتل البيوت، مثل ما عم يحتلها فلسطين، بده يحتل هذا النظام الأسدي، اللي متعامل مع إسرائيل بده يحتل أحيانا، بده يحتل منازلنا، حتى الجوامع نجسوها، والله الجوامع نجسوها، دمروها، قصفوها، حرقوا القرآن دعاءات إعلان، الكنائس دمروها، قصفوها للكنائس، منطقة الحمدية بقلبها كنائس، أكثر كنائس فيها أثرت دمروها، قصفوها، حرقوا الكتاب اللي بقلبها، احترق الكتاب، هذا نظام مجوسي لا يفهم، ما بيفهم سوى بالقتل بالدمار، ما بيهمه لا دين، لا كتاب، لا آيات، ما بيهمه شيء سوى الأدلة حتى يضل قاعد على هذا الكرسي، إن فكر الكرسي اللي خلقوه، إن فكر الكرسي مصوب اسمه لبيت الأسد، هذا الكرسي للناس جميعا، للشعب، هذا الكرسي للشعب ليس لنا، لا إلي، لا إلو، لا لحدي، هذا الكرسي هو الطالبين الشعب، إني بعدل بدني إياه، بعد الناس اللي بتقول كلمة الحق، لا تدافع عن أهاليها، ما بك أحسن ما تخصمنا، هذا نظام مجوسي يا ناس، يا عرب، ساعد الإسلام، دافع عنهم، دخلوهم، بعثوا له أسلحة ثقيلة، هذا النظام ما راح ينشال غير بقوة السلاح، ما راح ينشال غير قوة السلاح، نحن عندنا جيش حر، عندنا ناس كثير، عندنا شباب بدها تجاهد، ولكن بدها سلاح ثقيل، لحتى هذا النظام عم يضربنا بالصواريخ، يعني ما في ايام قاضي بيطالع طيران الحرب بيقصفنا، مع انه طالعوا هو بده يرد يطالعوا بده يكسبوا هالمره، لانكم انتم ساكتين، بدكم تضلوا ساكتين هيك، والله حتى يطالع طيران بكل المحافظات ويقصفنا، اذا بدكم تضلوا ساكتين والاشهر الجاي قادمه، رح تشوفوا بعينكم شلون الطيارات تصفنا بالصواريخ، لانكم انتم ساكتين، ما هامكم، ما يكونوا حاسين فينا شو عم نتذبح، اخي وابني ومرتي واختي طلعوا يتذبحوا بالحولي، عم يتذبحوا النسوان بالحولي، هدول ما لهم اهلها، لكن هدول ما يكون اهلكم يا مسلمين انتم، ما اهلكم هدول عم يتذبحوا، ليك النسوان عم تتذبح، هي عرضكم كرامتكم وشرفكم، ليش هذا التغازل؟ ليش هذا السكوت؟ دعم الجيش الحر، يا معارضة بالخارج قاعدين برا، دعم الجيش الحر قاعدين برا، شو عم تستنوا؟ شو عم تعملونا من سنة ونص لحد الآن؟ نحن عم نتقتل نتذبح وانتم قاعدين برا كلها بتطلعوا بيانات، كل هاتكم تعملوا شغله جديده، كلها بفرق الصف، نحن جوا بسور بحمص ايد وحده ويد واحده وكلمه واحده لحتى الاسد هذا النظام، نحن بنقرر بسوريا، نحن الشعب الحمص هو اللي بقرر، نحن بنقرر شو عم يصير بسوريا، انت لازم تدعم الجيش الحر، ليش هذا التغازل؟ ليش هذا السكوت؟ عم يقول السنه عم تتذبح، السنه عم تتذبح، حفاظ السكين عم يتذبحوا وعم يموتوا شيعة ايرانيين،
حاطين شريط السوداء على راسه مكتوب لبيك يا علي بالفضة. والله هذا كفر ضلال، والله هذا كفر ضلال. الله أكبر عليك يا بشار. والله سوف تحاسبون يا عرب، والله سوف تحاسبون يا عرب، والله سوف تحاسبون. بسم الله الرحمن الرحيم. بنعيد وبنكرر، نحن في مثل هذه الساعات بثينا لكم مجزرة العدوية وبثينا لكم مجزرة كرم الزيتون، وها نحن الآن نبث لكم مجزرة الحولة. هذه 3 مجازر. مجزرة كرم الزيتون مضى عليها أكثر من 3 أشهر. ماذا فعلت لنا حقوق الإنسان؟ ماذا فعل لنا مجلس الأمن؟ ماذا فعل لنا العرب والمسلمون؟ الآن تتكرر المجزرة التي حصلت في العدوية وكرم الزيتون. 13 طفلا قد ذبحوا ذبحا، 100 شهيد بين رجل وامرأة قتلوا قتلا. ولا زالت مدينة الرحولة ومدينة الرستن ومدينة جوبر تقصف بالهاوينات، تقصف بالراجمات، تقصف بالمدفعية والدبابات. لا زالت الدبابات تحاصرنا من كل الجهات، لا زالت القناصات متواجدة في كل مكان. المراقبون منذ أكثر من شهر وهم متواجدون في سوريا وإلى الآن لم يفعلوا لنا أي شيء. هذا النظام نعلمه علم اليقين بأنه نظام مخادع، بأنه نظام ماكر يخدع المراقبون ويخدع كل شيء. هذا النظام المجرم، هذا النظام تعودنا على إجرامه وكذبه ومكره وخداعه. لم يبقى صفة من صفات الخبث إلا واتصف بها هذا النظام المجرم. قد قتل الأطفال، قد ذبح النساء، انتهك الأعراض، قصف المساجد، قصف الكنائس، لم يدع شيئا إلا وفعله وأجرمه. نعم، أريد أن أوصل رسالة للعرب والمسلمون، وإلى الآن أتكلم من مدينة حمص، من المجزرة التي حصلت في مدينة الحولة. أيها العرب، منذ أكثر من 12 شهرا ونحن نناشدكم ونقول لكم بأننا مسلمون، بأننا نذبح من قبل هذا النظام الصفوي، من هذا النظام المجرم الذي يقتل النساء ويقتل الأطفال ويقتل أهل السنة. ناشدناكم بكل عروبة أنتم تنتمون إليها، ناشدناكم بدين الإسلام، ناشدناكم بلغتنا التي نتكلم بها، وإلى الآن لم نشاهد أي فعل منكم. فقط السعودية وقطر وقفت معنا. أريد أوصل الرسالة الإمارات التي تمنع التبرعات لأهالي سوريا، وقد طردت 300 شاب من الإمارات إلى سوريا بحجة أنهم نشطاء. يا حكام الإمارات، سوف يأتي إليكم الدور إن ظليتم تقفون مع هذا النظام المجرم وتمنعون التبرعات لهؤلاء الذين يحتاجون. الآن أكلمكم وأصوات الرصاص تسمع، وأصوات الانفجارات على مدينة الحولة لا تتوقف. كل هذه المجازر التي ترتكب يوميا في ظل وجود المراقبون الذين يأخذون دور المستمع فقط ودور المشاهد ولا يتكلمون بما يجري. بان كي مون وكوفي عنان فقط يصرحون بأن العنف قد خف، ولكن العنف يزداد. هذا النظام يكسب الوقت وأنتم تساعدونه لإخماد هذه الثورة المباركة، لإركاع هذه الأمة التي خرجت لنيل كرامتها وحريتها، وإنها لن تعود إلى منازلها حتى تصل إلى هدفها، وهو إسقاط هذا النظام وإعدام هذا السفاح المجرم بشار الأسد وأعوانه وأحزابه والعواينية والمخبرين. سوف تندمون على وقوفكم مع هذا النظام المجرم. نحن لن نعود إلى منازلنا حتى ننال كرامتنا وحريتنا، وسوف ندافع عنها بكل ما أوتينا بقوة، وسوف ندافع عنها بكل قوة أتانا بها الله، لأن هذا حق مشروع بالدفاع عن أهلنا وأعراضنا وكرامتنا. هذا حق مشروع يضمنه جميع الحقوقيين وجميع الدول. حق مشروع الدفاع عن أنفسنا وأعراضنا التي تنتهك يوميا. ماذا فعلتم لنا أيها المراقبون؟ هل تريدون أن تقولوا لنا هناك طرف ثالث؟ كلنا نعلم أن هذا النظام هو الطرف الثالث، كلنا نعلم أنه وراء هذه التفجيرات، كلنا نعلم أنها لا يوجد عندنا قاعدة ولا يوجد شيئا من هذا الذي يدعونه. نحن نعلم علم اليقين أن هذا النظام المجرم هو من الذي يفعل التفجيرات، وهو الذي أرسل القاعدة إلى العراق،
وهو الذي يفجر. وكنا نعلم منذ بدء التاريخ بأن سوريا وإيران لن يحصل فيها تفجيرا من تفجيرات القاعدة. فمن القاعدة؟ أخبروني. ومن هو هذا الطرف الثالث الذي تدعونه؟ الذين تريدون أن نتحاور مع هذا النظام ضد الطرف الثالث. وكنا نعلم أن هذا هو النظام، هو الطرف الثالث. اليوم مجازر ترتكب، أكثر من 113 شهيد اليوم، وخاصة في منطقة الحولة. ماذا فعلتم لنا؟ هل أوقفتم إطلاق النار؟ هل أوقفتم القصف؟ هل أوقفتم الذبح؟ فماذا أنتم فاعلون؟ نريد حلا بدلا من خطة كوفي عنان. حسبي الله ونعم الوكيل بكم، حسبي الله ونعم الوكيل بكم، حسبي الله ونعم الوكيل بكم. سوف ننتظر إلى الصباح الباكر. ماذا سوف نرى؟ ماذا فعلتم؟ ماذا سوف تفعلون لأهل الحولي؟ هل سوف تذبح العائلات؟ سوف تذبح العائلات هناك؟ ما راح تعملوا لنا شيء، ما راح تعملوا لنا شيء. راح تذبح كل أهل الحولي وأنتم ساكتين صامتين بلا فائدة، بلا فائدة. يا رؤساء، يا عرب، يا أمراء، يا ضباط الخليج، ليش ساكتين؟ وين الطيارات؟ وين الدبابات المسلمين؟ وين دبابات الإسلام؟ وين الطيارات الإسلام؟ وين جيش الإسلام؟ ليش هذا السكوت؟ ليش هذا التخاذل؟ لك هبوا، نحن أعلنا الجهاد، الجهاد معلن، الجهاد معلن. ذبحوا أطفالنا، انتهكوا أعراضنا في الشوارع أمام أعين أهلهم، ثم ذبحوهم، ذبحوا أهلنا، ذبحوا نسائنا، حتى كبار السن والشباب أعدموهم إعدام ميداني، حرقوا الجثث، دمروا البيوت، هجر الناس من بيوتها، الأحياء كلها محاصرة وأحياء كلها محتلين. لك شيء لا يصدق اللي عم يصير بحمص، يوميا قصف ودمار بحمص. ليش هذا التخاذل بالمحافظات؟ يا أهل الشام، يا أهل حلب، لك هبوا يا أهل الشام، يا أهل حلب، هبوا على الأثر الجمهوري، هبوا على هذا النظام مجوسي، هذا الجيش والأمن والشبيحة والشرطة وكل واحد تابع للنظام هو كافر، هو كافر. كل واحد له يد مع النظام كافر، لأنه عم يساعد النظام بقتلنا، بذبحنا، بذبح أهل السنة. هذا نظام طائفي، نظام كافر، هو اللي عم يعمل الطائفية، هو اللي عم يجيب الشيعة والعلوية الشبيحة عشان يقتلونا، وانتم ساكتين متخاذلين. ليش هذا التخاذل؟ يا شعب، يا مسلمين بالخارج، يا مسلمين بالخارج، هبوا لنصرة الإسلام، هبوا لنصرة أهلنا بالحولي. عم ننقصف لحد الآن بدون سكوت، عم تنقصف وانتم ساكتين. ليش هذا التخاذل؟ عم نقتل يوميا، عم تدمر أهالي الحولي الآن. هبوا لنصرة يا مسلمين. أعلنا الجهاد، الجهاد معلن لكل مسلم، الجهاد معلن لكل مسلم. ما حد يقول ما دخلني، ما حد يقول أنا برا سوريا ما بقدر، ما حد يقول أنا بالمحافظة الثانية ما بقدر، ما حد يقول لي ما حد بيقدر. كلكم بتقدروا تشتغلوا، كلكم فيكم تجاهدوا. الجهاد بأنواعه، الجهاد بأنواعه. يجب عليكم دعم الجيش السوري الحر، يجب عليكم دعم الجيش الحر بالأسلحة الثقيلة. هذا نظام كافر مجوسي، عم يضربنا، عم يقتلنا بالصواريخ، عم يقصفنا بالصواريخ. هو قاعد مسافة بعيدة عم يتفرج شو عم نقتل نتذبح، وانت عم تتفرجوا. انت تعودتوا بالخارج، لكن العرب انت بالخارج تعودتوا على المقاطع، كل يوم تتفرجوا على شهداء، يوميا تتفرجوا على الدمار، تتفرجوا شلون نحن عم نتذبح، عم تتفرجوا شلون نحن عم نقتل، كأنه نحن عم نتفرج، عم نبعثكم مقاطع تتفرجوا تعلمتوا على الذبح والقتل والدم. لازم ما تتعودوا، ما حد لازم يتعود على ذبح اخوه السني، ما حد لازم يتعود على ذبح اخت السنية، ما حد لازم يتعود. هذا نظام علوي، لك لازم ما تتعودوا على الاخبار، لازم ما تتعودوا على ذبحنا يوميا، ارقام يوميا، عدادات على التلفزيونات، وكأنه حالة طبيعية وكأنه ما في شيء. ليش هذا العادي؟ ليش هذا السكوت؟ لازم نحن كل ما نشوف شهيد واحد انقتل لازم ما تسكتوا، لازم تهب الاسلام بالكامل. لك اخوك اخي، هذا اللي قتل، هذا بالحول اللي عم تتقتل، هي اهلك، والله رح تحاسب عليها بالخارج، والله العظيم رح تتحاسبوا. رب العالمين ما نسيان حديث، رب العالمين شايف كل شيء ورح يحاسبكم على هذا التخاذل، على هذا التخاذل لحد الآن. هاي معنا أحد عناصر الجيش الحر رح يلقي كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحب نوجه رسالة لحكام العرب، نقول لحكام العرب قطر والسعودية والإمارات والأردن، جميع العرب نقول لهم تمتلكون الأسلحة الثقيلة من طائرات وصواريخ وراجمات ودبابات، أين تضعونها؟ تخبئونها لماذا؟ لماذا؟
نريد إذا أنتم لا تستطيعون أن تأتوا إلينا لكي تنصرونا فأعطونا تلك السلاح. نحن لدينا رجال نقاتل على الأرض، لا نريد منكم شيئا، لا نريد منكم رجالا، نريد أسلحتكم التي تخبئونها تحت الأرض، نريدها هذه الأسلحة. لماذا أنتم تمتلكون تلك الأسلحة وتدفنوها تحت الأرض؟ لماذا؟ لكي تحطوها وتتفرجوا عليها؟ نريدها، نحن نقاتل بها، لدينا رجال تدافع عن ديننا وعرضنا وإسلامنا وإخواننا. ماذا تفعلون بتلك الأسلحة؟ نريد أسلحتكم لكي ننصر بها ديننا ونرفع راية الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين أنتم يا حكام العرب؟ أين أنتم يا مسلمون؟ أليس فيكم دين؟ أليس فيكم نخوة؟ أليس فيكم شرف؟ أليس فيكم ضمير؟ ألا ترون المجازر كل يوم مجزرة، كل دقيقة مجزرة. لماذا أنتم صامتون؟ لماذا أنتم ساكتون؟ إلى متى صمتكم؟ أولا صمت بس، إلى متى صمتكم؟ ألا يكفيكم هذا الذي جرى بنا؟ هذه كفانا ذل، كفانا هوان. نريد أسلحتكم، لا نريدكم، نريد أسلحتكم التي تخبئوها تحت الأرض لكي نقاتل بها. نحن أهلها ونحن الذي نمتلكها. النفط نفطنا والأرض أرضنا والدين ديننا. فإذا ليس لديكم رجال لدينا رجال نقاتل بها على الأرض وندافع عن ديننا وعرضنا. الله أكبر، الله أكبر. هذه صرخة من ضابط من الجيش الحر. هذه الصرخة صرخات، وليس فقط هو، بل آلاف يصرخون مثل صراخه. يريد الخلاص من هذا النظام المجرم، يريد الخلاص من هذا الكفر، يريد الخلاص من هذا الظلم. ظلم ليس بعده ظلم، ظلم لم تشهده التعظيم، ظلم لم تشهده أمة، ظلم لم تشهده دولة. لا والله، هتلر لم يفعل ذلك بشعبه، ولم يفعل ذلك بأعدائه. إسرائيل لم تفعل ذلك بفلسطين، إسرائيل لم تفعل ذلك في فلسطين، إسرائيل لم تفعل ذلك في فلسطين. كلنا نعلم أن هذا النظام المجرم منذ أكثر من 40 عاما وإلى الآن يحمي حدود إسرائيل. وكلنا نعلم بأن هناك اتفاقية قد اتفق معه هذا الملعون حافظ الأسد مع إسرائيل ببيع الجولان. ونحن نقول لكم بأن الجولان لنا، ونحن نقول لكم منذ 40 عاما هذا النظام الذي يدعي أنه المقاوم وأنه المجاهد إنما هو حارس لهذه الحدود لإسرائيل، وهو يمد هذه الدولة الإسرائيلية بكل ما أوتى. وهذه الدولة الإسرائيلية تدافع عن النظام المجرم، تدافع عنه وتصرح على العلن بأن الغرب لا تضغطي على هذا النظام. هذا ما صرحت به الوكالات، وهذا ما صرحت به الدولة الإسرائيلية بإبقاء هذا النظام. لماذا تريد إبقاء هذا النظام؟ لأن هذا النظام المخادع الكافر يحمي حدودها منذ أكثر من 40 عام وإلى الآن يحمي حدود إسرائيل. كلنا نعلم أن الدبابات التي كانت على الجبهة الآن هي تستحل المنازل، تستحل الحارات، تستحل البيوت، تقصف بها المدنيين، تقصف بها النساء، تقصف بها المساجد، تقصف بها الكنائس. تركوا الحدود واحتلوا المنازل، تركوا الحدود واستحلوا المدن والأحياء. الآن مدينة حمص منذ أكثر من 8 أشهر وهي تدك بجميع الأسلحة، وكل العالم تشاهد وترى المجازر اليومية. وكلكم تعلموا بأن مدينة حمص هي التي دفعت الفاتورة الأكبر من الشهداء، من الدمار، من الجرحى، من المعاقين، من المفقودين. كل ذلك دفعت له مدينة حمص. مدينة حمص التي بذلت كل شيء تملكه. أكثر من 700,000 من أهلها قد نزحوا بتهجير عرقي ممنهج. استعمل هذا النظام المجرم الأرض المحروقة، أحرق كل شيء. الأسد أو يبيد كل شيء، الأسد أو لا أحد. هذا ما يفعله عصابات الأسد. قد دمروا حمص، دمروها بنسبة 50%. البنى التحتية قد تدمرت بشكل كامل. السكان قد تهجروا أكثر من 700,000 نسمة، تهجروا تهجيرا عرقي. التهجير العرقي كلنا نعلم أن هذا التهجير العرقي
هو هدف من أهداف هذا النظام، يريد أن يجعل مدينة حمص عاصمة للعلويين النصيرية. نقول لهم خسئتم، هذه بلادنا، هذه أرضنا، هذه أرواحنا، سوف نفدي مدينة حمص، وسوف لن نحقق لكم هدف، وسوف لن نرفع لكم راية، وسوف نسقطكم بعون الله. أنتم الجبناء، أنتم الكافرون أيها النظام المجرم. هذا النظام المجرم كلكم تعلمون بأنه أتى إلى الحكم بالقوة، وكلنا نعلم بأن هذا النظام لا يزال إلا بالقوة. فادعمونا أيها العرب، ادعمونا أيها الحكام، ادعمونا يا أهالي الشام بصوتكم وحناجركم، ادعمونا يا أهالي حلب بصوتكم، أوقفوا دعمكم لهذا النظام المجرم. كلنا نعلم بأن بعضكم يدعم هذا النظام ويدفع المال لإبقاء هذا النظام، مثل ما تفعل إيران، ومثل ما تفعل حزب الله، ومثل ما تفعل العراق. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب الحمار